حتى لو تعال خذ ذبني ببيت اهلك الى ان تروح وترجع من الزياره. قال لي اهلي كلهم راح ناخذهم ويانا للزياره ونروح. المهم قال لي باكر راح اجي اخذك انت ابقي. وانا هنا الشيطان وقلت لازم اروح لبيتي واعرف شنو اللي دا يصير. هناك خابرت ابوي قلت له يابا تعذبني ببيت زوجي وارجع لين عنده شغل وما يقدر يجي. والعصريه ابويا خذني من بيت زوجي ولقيت ابن حمايه بالباب. قلت له تعال فلان انت ايش عندك هنا انت مو بالزياره؟ قال لا احنا ابد ما رحنا للزياره ولا طلعنا ولا طبينا. قلت له زين منو جوا؟ قال بس امي وعمي، عمه اللي هو زوجي. المهم قلت له اعبر من فوق وافتح لي الباب. هو عبر من فوق فتح لي الباب دا يطب. قلت له لا تعال روح العب برا. يعني كنت شاك بالموضوع واكل الموضوع بانه فتحت الباب وطبيت للبيت. ويا ما طبيت البيت سمعت صوت ضحك وسوالف من غرفتي. واثناء ما وصلت لغرفتي وفتحت باب الغرفه